السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا عند ناس كتير. الموضوع ده يقابلني كحالة وتوصيف الصيدلية، ممكن يقابلك كمان. الموضوع ده هو بيكون النمش والكلف، وازاي تعالج النمش نهائيا، سواء بوصفات طبيعية او بكريمات تقشير تقدر تطلعها من الصيدلية او بجلسات الليزر. هنعرف في الفيديو ده هنعرف ايه هو النمش، هنعرف هو بيتواجد في اماكن ايه اسبابه، ايه انواعه، وازاي نقدر نعالجه نهائيا. طيب قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش لو أول مرة تتابعنا تعمل سبسكرايب وتضغط لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل. يلا بينا. أول حاجة معانا النمش ده بيكون عبارة عن خلايا ملونة بصبغة داكنة بتظهر في أماكن متفرقة من الجسم، بتبدأ تظهر على الجلد وبتبدأ تكثر في الأماكن المعرضة للشمس زي الوجه والذراعين. تمام. وده بيبدأ يظهر على اللي هو الجلد على هيئة بقع بنية أو داكنة، حجمها لا يتخطى رأس الدبوس وبتكون مساوية لسطح الجلد. بالنسبة للنمش لا يعتبر مرض بأي حال من الأحوال، وهو يعتبر صفة من صفات الجلد. بعض الأشخاص بيختفي النمش عندهم خلال فصل الشتاء وبيظهر في الصيف، بس عشان أصلا طبعا اللي هو الشمس دي بتكون اللي هي بتكون من أكتر الأسباب لظهور النمش. واللي هو النمش اللي بيكون ظاهر بسبب الشمس دي بيكون أسهل حالات علاج النمش، والحل بتاعه إنه بيبدأ تحط كريم واقي شمس قبل ما تطلع من البيت. تمام. هو بيكسر طبعا النمش في الناس اللي هي بشرتها فاتحة، عشان بشرتهم بتحتوي على نسبة قليلة من صبغة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة، يبقى كده سبب زيادة النمش ممكن يكون اللي هو زيادة إفراز صبغة الميلانين المسؤول عن لون البشرة. وبالنسبة للنمش بيتواجد في أماكن إيه؟ بيتواجد في اللي هو الوجه بشكل خاص، بيتواجد في الذراعين، بيتواجد في الكوعين، في الركبتين، في المناطق الحساسة، ويتواجد في الثدي. تمام. عندنا أسباب النمش، عندنا عدة أسباب. أول سبب معانا ممكن يكون بسبب مشاكل هرمونية. تاني سبب البوليسيستيك أوفري اللي هو تكيسات المبايض. تالت سبب معانا اللي هو تعرض لشمس الصيف الحارقة. رابع سبب معانا اللي هو إصابة الغدة الدرقية، والغدة الدرقية دي بتكون حاجة مهمة جدا جدا، وإصابتها بتعمل لي مشاكل كتير، وطبعا بتعمل مشاكل في البشرة ومشاكل في الجلد. فالحل بتاعها نشوف نبدأ نعمل فحوصات ونشوف سبب إصابتها إيه، اللي هو زيادة إفراز الغدة ولا نقص إفراز الغدة. تمام. السبب اللي بعديه بيكون اللي هو بيكون مشاكل نفسية. ممكن يكون سبب اللي هو النمش أو الكلى برضه حبوب منع الحمل. فلو سبب حبوب منع الحمل ممكن تبدأ تنصح السيدة اللي هي تبدأ تتخذ وسيلة أخرى لمنع الحمل، في 13 وسيلة تانية تقدر تاخدهم. تمام. من أسباب النمش برضو عندنا اللي هو بيكون إزالة الشعر الزائد طبعا بالشمع، فبيبدأ يكون لي إيه، بيبدأ يعمل زي حروق أو بيبدأ يعمل لي نمش. تمام. في ناس بيجيلها لما يبدأ يعمل على إزالة الشعر الزائد طبعا بالشمع. طيب بالنسبة للي هو أنواع النمش أو أنواع الكلف، أول حاجة إيه الفرق بين النمش والكلف؟ النمش ده بيكون عبارة عن بقع صغيرة جنب بعضيها، أما الكلف ده بيكون عبارة عن بقع كبيرة بتظهر في أماكن في الجسم. وفي الناس بيكون عندها الكلف ده بيظهر في الكتف، في ناس كده تلاقي زي بقع كبيرة كده في كتفها. تمام. فده بيكون كلف. تمام. ويمكن علاجه. طيب بالنسبة للي هو العلاج بقى، العلاج او نبدأ نتكلم اول حاجة عن انواع الكلف. انواع الكلف ده عندي 4 انواع. اول حاجة عندي حاجة اسمها كلف سطحي اللي هو السوبرفيشال، تاني حاجة اسمها كلف عميق او ديب، وفي حاجة اسمها كلف ميكس اللي هو بيكون بين البنين. تمام. ورابع سبب معانا اللي هو بيكون كلف الحمل بيظهر عند الستات الحوامل. طيب ازاي اللي انا افرق بين الكلف السطحي والكلف العميق؟ الحقيقة الدكاترة نفسهم بيبدأوا ما بيعرفوش يفرقوا بينهم الا بالعلاج. بمعنى لو جيت مثلا تعالج بجلسات ليزر او بكريمات تقشير، لو اعطاك نتيجة كويسة ولقيت فيه تحسن، تعرف ان الكلف ده بيكون سطحي ويمكن علاجه. اما الكلف العميق ده بيكون كلف ما يمكن اللي هو للاسف ملوش علاج اصلا. اللي انت لو حطيت كريمات تقشير او عملت جلسات ليزر ومفيش اي تحسن خالص، تعرف انه كلف عميق. طب ايه الحل بتاعه؟ الحل بتاعه انك تستخدم كريم واقي شمس عشان ما يزيدش. تمام. تمام. طيب بالنسبة للي هو كريم واقي الشمس ده طبعا بيكون حاجة مهمة جدا وأساسية لعلاج النمش. وطبعا لازم تبقى عارف ان النمش ممكن يتعالج، ولازم بقى تلتزم بواقي الشمس حتى لو النمش ده راح، سواء بكريمات تقشير او بالليزر لازم تلتزم بيه عشان ما يرجعش تاني. بمعنى من الاخر خالص اللي هو الصن بلوك او كريم واقي شمس او اللي هو كريم الحماية من أشعة الشمس كلهم حاجة واحدة. ده بيعتبر حاجة أساسية في حياتك، بتستخدمه زي المية في حياتك. فالنمش ده خصوصا اللي هو كريم واقي شمس ده
من اللي بيستخدموا كمان الناس بشكل اساسي اللي هي بتتعرض اللي هو الشمس، او الناس اللي عندها نمش منذ الولادة عشان ما يبدأش يزيد النمش ده ممكن يزيد. طيب قبل ما نتكلم عن اللي هو العلاج هنعرف معلومات مهمة عن الصن بلوك لازم تبقى عارفها. بيقول لك لازم اول حاجة عندنا او شروط اللي هو الصن بلوك درجة حمايته تكون من 30 ل 50. لازم اللي يكون برود سبيكترم يبدأ يغطي اللي هو اليو في اشعة الشمس فوق البنفسجية سواء اليو في اي او اليو في بي. وكمان لازم تحط قبل ما تطلع من البيت بربع ساعة او بنص ساعة على الاقل. وحاجة تانية ودي يعتبر ايه اللي هو وقاية ليك، اللي هو تبدأ تحمي نفسك من الشمس زي ما قلنا. طبعا اللي هو الوقاية بتكون خير من العلاج، بمعنى ان انا ابدأ اتجنب ساعات الذروة. يعني اللي انا مثلا لو طالع رحله هتعرض للشمس، صح. طب ايه الحل؟ الحل اللي انا ممكن اطلع في شمس الشروق اللي هو الصبح، او في شمس الغروب بعد العصر. الناس اللي بتتعرض اللي هي شمس الصيف بقى الصعبه، الشمس بتكون شديده جدا بعد الظهر وتطلع بعد الظهر، وتبدا ايه تتجنب الساعات دي. ممكن يلبس طاقية لو رايح الرحله عشان يحمي نفسه من الشمس. دي معلومات لازم تبقى عارفها عن الصن بلوك. تمام. وطبعا النمش والكلب بيظهر غالبا في الاناث. وبالنسبه بقى للعلاج، اول حاجه عندنا العلاج، عندنا 3 انواع من العلاج. عندنا علاج بوصفات طبيعيه هقول لك عليهم دلوقتي، في علاج بكريمات تقشير وبيجيب نتائج هايله جدا، وفي علاج بالليزر تمام اللي هو جلسات الليزر. تمام. اول حاجه زي ما قلنا الوقايه خير من العلاج. اول حاجه ممكن بتبدا تعالج الجلد ده من جوه ومن بره، بمعنى ابدا اعالجه من جوه بثلاث حاجات. اول ممكن ابدا اديله فيتامينات كتير جدا، ممكن ابدا اديله فيتامين، الفيتامين ده بيكون كويس جدا. وممكن ابدا اديله سلطه خضراء، مشروبات خفيفه، الحاجات دي كويسه جدا. تمام. اللي هو برضو تبدا تبتعد عن حبوب منع الحمل، وعشان ايه اللي هو زي ما قلنا لو سبب حبوب منع الحمل تبتعد عنه. طيب تبدأ تبتعد برضو عن الشمس الحارقة، ودي بيكون العلاج من بره، بمعنى ان انت تبدأ تبتعد عن الشمس. برضو اللي هو كثرة تناول الفيتامينات زي فيتامين سي ممكن يبدأ يعمل لي كلف، فالواحد يمشي باعتدال. تمام. طب ايه المكونات او ايه الوصفات الطبيعيه اللي جابت نتيجه هايله مع الناس؟ اللي هو العسل الطبيعي. قال لك في ناس كانت بتستخدم اللي هو العسل، وايه هو اللي هو بتحط العسل وتدهن بيه. طب ليه احنا بنستخدم العسل؟ العسل بيحتوي على انزيمات بتعمل على التخفيف من التصبغات الجلديه، وجايب نتائج هايله ايه في علاج النمش. اللي بتستخدم ازاي العسل؟ بتجيب معلقه عسل وتحط على كوبايه ميه وتعملهم خليط، وتبدا تسخن الخليط ده في الميكروويف، وتبدا طريقه الاستخدام اللي هو تستخدم على المنطقه المصابة وتسيبه لمدة ربع ساعة، وبعدين تشطف المنطقة دي كويس بالماء الدافي وتمشي عليه لمدة أسابيع. أول حاجة معانا اللي هو بيكون العسل الطبيعي. طيب تاني حاجة معايا انا حاجة اسمها البابايا. الناس اللي ما تعرفهاش دي بيكون علاج فعال كويس جدا للتخلص من النمش، ودي بيكون غني بالانزيمات اللي بتعمل على التخفيف من النمش. طيب تالت حاجة معانا اللي هو بيكون زيت اللوز، جايب نتائج هيلة كويسة مع الناس. واللي هو الصبار جايب نتائج كويسة. خامس حاجة معانا اللي هو بتكون الخميرة، الناس بتجيب خميرة وتحطها على العسل او خميرة على زيت زيتون وتدهن بيه. طب اخر وصفة معانا ودي الوصفة الجميلة جدا اللي بتعمل على ازالة البقع والنمش وتبييض الوجه. الوصفة دي من مكونات طبيعية، بتكون عبارة عن نشا الذرة، بتحط عليها صفار بيض وبتحط عليها زيت الزيتون، وتبدأ تخلطهم كويس جدا جدا، وبعدين تدهن بيهم. طريقة الدهان او طريقة الاستخدام بتاع الوصفات دي بتكون حاجة واحدة، بتدهن اللي هو انت بتدهنه مرة واحدة مساء، وتدهنه لمدة ربع ساعة او نص ساعة، وبعدين تشطف اللي هو الجلد اللي هو بالماء الدافي وتمشي عليه عادي لمدة اسابيع، سواء مثلا تقدر تمشي عليه لمدة شهر او شهرين. تمام. وطبعا دي عدة وصفات، ممكن تستخدم كفاية وصفة واحدة، مش شرط تستخدم كل الوصفات المتوفر عندك تقدر تستخدمه. تمام. طيب بقى بالنسبة تاني علاج اللي هو كريمات التقشير. بالنسبة لكريمات التقشير، طيب أول حاجة شغلها إيه كريمات التقشير؟ قالك كريمات التقشير دي شغلها اللي هي بتعمل تقشير كيميائي، وبتبدأ تعمل على إزالة الطبقات الداكنة وتبدأ تتخلص منها، فبتمنع تكوين صبغة الميلانين، وتبدأ تديلي جلد نقي فاتح وكويس جدا. تمام. طيب أول حاجة من كريمات التقشير كريم اسمه تريتو سبوت، وده جايب نتائج هايلة جدا مع الناس.
ممكن تستخدم اصلا لوحده ويجيب نتائج كويسة. طيب التريتو سبوت ده استخدامه ازاي؟ بتستخدمه مرة واحدة مساء على المناطق الغامقة لمدة نص ساعة. في شوية تحذيرات مهمة جدا لازم انت كصيدلي تنصح اللي هو البيشنت او المريض اللي قدامك بيهم. اول حاجة اللي هو ما ينفعش يدهنوا حوالين الفم ولا الانف ولا العين اللي هي مناطق الهالات السوداء. تاني حاجة ما ينفعش يدهنوا على اكتر من 10% من الجلد، ممكن يبدأ يعمل لي اعراض جانبية احنا مش محتاجين. تالت حاجة ما ينفعش يدهنه في الضوء او اللي هو ما ينفعش يتعرض للشمس وهو حاطه، عشان ممكن يعمل لي تفاعلات، والتفاعلات دي ممكن تعمل على تهيج البشرة. تمام. رابع حاجة اللي هو كمان ممنوع على ايه، على اشخاص معينة. الناس دي اللي هم بيكونوا الحوامل والمرضعات ما ينفعش يستخدم كريم اللي هو التريتو سبوت. الناس اللي عندها مشاكل في البشرة ما ينفعش تستخدمه. الناس اللي عندها سرطان في الجلد، الناس عندها جروح في الاماكن دي ما ينفعش تستخدمه. الناس اللي عندها عدوى فطرية او بكتيرية. هو بيكون امن على الناس اللي عندها 12 سنة والبالغين، امن للناس اللي عندها عمر فوق ال 12 سنة والبالغين. دي شوية تحذيرات او حاجات لازم تبقى عارفها عن التريتو سبوت. والتريتو سبوت زي ما قلنا شغله اللي هو بيكون ايه، شغله اللي هو بيكون بيعمل على ازالة بقع الجلد ايه الداكنة، وقلنا جايب نتائج كويسة جدا مع الناس. طيب انت كده في 3 حاجات قلنا في العلاج لازم تستخدمهم كويس، اللي هو كريم واقي شمس دي حاجة اساسية لازم تستخدمه. لما تيجي تعالج بكريمات التقشير لازم تطلع له التريتو سبوت. التريتو سبوت كويس جدا. طب ممكن تطلع حاجة مع الكريم اللي هو التريتو سبوت؟ ايوه ممكن تطلع اللي هو حاجات اللي هي حبوب الشباب اللي هي كانت زي اللي هو الاكريتين او اللي هو الادابالين او اللي هو الميلوكين او الديكساكورت. تطلع حاجة واحدة من دولة مع اللي هو مع التريتو سبوت. طب طريقة استخدامه ممكن تحط كل واحد لوحده وتفصل بيناتهم ايه ربع ساعة ونص ساعة قبل ما تحط التاني، او ممكن تاخد اللي هو تدهن اللي هو التريتو سبوت مع اللي هو حاجة من اللي هو الاكريتين او اللي هو الادابالين وتخلطهم كويس وتدهن بيه مرة واحدة بالليل مساء. ودي بتمشي عليه الفترة طبعا طويلة لمدة شهرين، بس ما تزيدش عن شهرين ل3 شهور، عشان ده ممكن يديك نتيجة عكسية. واستخدامه بتستخدمه مرة واحدة مساء لمدة نص ساعة أو ساعة وبعدين تغسله كويس. تمام. وطبعا ممكن اللي هو انت تنام بيه وتبدأ تغسله الصبح لما تصحى. تمام. وكده احنا اتكلمنا عن العلاج بالوصفات الطبيعية والعلاج بكريمات التقشير. تمام. ايه اللي هنتكلم عنه تاني؟ العلاج بالايه، بالليزر. امتى بنلجأ للعلاج بالليزر؟ في حالة فشلت كل الحاجات دي، او ممكن بتلجأ بيه في حالة ان في ناس ما بتحبش الكريمات ويقول لك اعمل لي جلسة وخلصني يا عم، عشان انا ما فيهاش حل انا ابدا اقعد اعمل احط كريمات والسهرة دي. تمام. طيب العلاج طبعا بالليزر قلنا ممكن ممكن يعالج النمش، ودي في حالتها بيكون نمش سطحي. وممكن ما يتعالجش اللي هو بيكون ايه بالجلسات، ممكن ما يتعالجش بالجلسات دي، بيكون نمش عميق او كلف عميقة. وحل الكلف العميق دي اللي انت تبدأ تمشي على كريم واقي شمس او تبدأ تمشي عليه عشان ما يزيدش. حتى لو النمش دي اتعالج بالليزر برضو لازم تلتزم بكريم واقي الشمس عشان ايه ما يرجعش تاني، عشان النمش دي زي ما قلنا ممكن يكون سببه اللي هو استعداد جيني، فممكن يبدأ يتكون تاني تدريجي مع اللي انت بتتعرض للشمس. فانت بتستخدم كريم واقي الشمس ايه حتى لو النمش راح، وبتستخدمه كحاجة أساسية في حياتك زي المية اللي بتشربها. طب ايه أنواع بقى جلسات الليزر وايه أنواع الليزر اللي بنستخدمها في علاج النمش؟ عندنا نوعين من الليزر، حاجة اسمها فراكشنال ليزر وحاجة اسمها كي سويتش ليزر. تمام. طبعا الكي سويتش ليزر افضل من الفراكشنال ليزر. اول حاجه لازم نبقى عارفين طريقه ايه استخدام الليزر او بيشتغل ازاي. دي بيبدا يشتغل على الصبغه نفسها، انت بتبدا تسلط اللي هو الليزر ده على المنطقه الداكنه، وبتبدا تفتت الصبغه في ساعتها على طول. طيب بالنسبه بقى للكي سويتش ليزر، في منه موجتين، موجه قصيره وموجه طويله، كل واحده لها استخدام. الموجه القصيره دي بتشتغل على الصبغه السطحيه او المنطقه السطحيه، اما الموجه اللي هو الطويله بتشتغل على اللي هي ايه الصبغه العميقه. طب شغل اللي هو الكي سويتش ليزر بيشتغل ازاي؟ بيبدا يمشي واحده واحده على الصبغه، وبيبدا يسلط الليزر على الطبقه السطحيه، وبعد ما يسلطه بيبدا يعمل لي لون ابيض زي اشاره كده. الاشاره دي بتبدا تروح بعد الجلسه بعدها ب5 أو 6 أيام،
وتبدأ تروح تماما، ويبدأ يديني لون لون جلد نقي فاتح. وهو ده شغل اللي هو الكيس ويتش ليزر. وكده احنا خلصنا فيديو النهاردة، واتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنساش لو اول مرة تتابعنا زي ما قلنا تعمل اشتراك في القناة وتضغط لايك، عشان ده بيدعمنا جدا وبيساعد الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل. واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.